حكيمي واش ما كيستحقش الكرة الذهبية؟ أول شيء يعني أشرف حكيمي كلاعب وصل يعني القمة ديال العطاء، القمة ديال العطاء مع النادي ديالو. نتمنى يوصل لها معنا ويفوز. إذا كما شفنا السلامي كيتكلم على السؤال ديال الصحفي. شوف السؤال ديال الصحفي شنو طرح له، قال له شنو بان لك في الحظوظ ديال اشرف حكيمي للفوز بالكره الذهبيه؟ شنو جاوبوا السلامي؟ قال له بان اشرف حكيمي لاعب كبير، كنعرفوا كيفاش بدا. يا ودي السؤال جاوب على قد السؤال. راه دائما كنقول بانه عندنا مشكل في المغرب في الاجوبه. كطرح له سؤال هنا كيجاوبك هنا، مشكل كبير. يا ودي وطرح لك السؤال الحظوظ ديال اشرف حكيمي بالنسبه للموسم اللي دوزو والتالق ديالو بالمقارنه مع ديمبيلي، مع ديمبيلي واللاعبين الاخرين المرشحين. عطي الراي ديالك في هادشي هذا في الموسم، كيفاش جاك الموسم، كيفاش جاك التالق ديالو، كيفاش جا لي ستاتيستيك ديالو في الموسم، واش كان مؤثر اكثر من اللاعبين اللي غادي ينافسوا؟ المهم عطيه في هذا الكوتي هذا، عطي الراي ديالك. لا شنو قالوا؟ لاعب كبير، كيفاش بدا، والاهم هو كاس الافريقيا. يا ودي حنا راه كنعرفوا اشرف حكيمي كيفاش بدا في المنتخب وكيفاش جا المنتخب وكيفاش. السؤال ما كانش هكا، السؤال طرحوا لك في واحد الجانب، جاوب في داك الجانب. واخا ما تقولش اشرف حكيمي ما يستحقش يدي كره ذهبيه، ولكن طرح السؤال في داك قد السؤال طرح جاوب. حنا دائما اللاعبين ديالنا كتقول له شنو بان لك نتايا في شنو بان لك، شنو اللي دار الفارق في هذه المباراه، شنو الحوايج اللي داروا الفرق في هذه المباراه باش انكم انتصرتوا. كيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للمباراه كانت صعيبه، كانت مباراه نقول لك صعيبه علينا وقدرنا نتجاوزوها. يا ودي السؤال، شوف السؤال قال لك شنو الحوايج اللي داروا الفرق. عكس مثلا ملي كنشوف انا الكونفيرونس دي بريس ديال اوروبا، او مثلا كنشوفوا لقاءات صحفيه بين المدرب، بصراحه الله كتشوف كيطرح له السؤال في واحد الجانب كيجاوبوا في داك الجانب، كيطرح له سؤال في واحد الحاجه كيجاوبوا على ديك الحاجه. عندنا واحد الضعف من الناحيه ديال التقييم داك السؤال. خاص اللاعبين ديالي يشتغلوا هذا الجانب هذا.